ليه كل مرة بتبصي فيها على المراية عينك بتروح على الحتة اللي انتي بتكرهيها؟ ده مش صدفة. اهلا بيكم في مايندفولنس فلوج جديد. دلوقتي انا بفكر ان احنا نخلي الفلوج يكون فيه شويه فقرات كده ثابته، علشان احس ان انتوا بتستفادوا اكبر استفاده من الفلوج. انا عارفه ان انتوا اوريدي ممكن تكونوا بتستفادوا من الفلوجز بتاعتي، ان انتوا تشوفوا اليوم بتاعي بيمشي ازاي، بتعرفوا مثلا ان انا وعندي شغل وورايا مسؤوليات، بس برضو في نفس الوقت بعرف ان انا اخد بالي من صحتي واخد بالي من نفسي. فده ممكن يكون بيخليكم تحسوا ان انتوا كمان تقدروا تعملوا كده. لما انا مثلا بوريكم ان انا كل يوم بقدر ان انا اكل نفس الفطار، مثلا زي الجريك يوجرت اللي انا بعملها كل يوم، تحسوا ان انتوا كمان تقدروا تعملوا كده، لان طالما انا مش بزهق يبقى انتوا كمان ممكن ما تزهقوش. فانا عاوزه الموضوع يكون مفيد اكتر كمان، ويكون فيه كمان نوع من انواع الانترتينمنت، او يكون مسلي ولذيذ. فالفكره دي يا اما هتبقى فكره عبقريه يا اما هتخيش تخيش مش طبيعي، بس انا عندي احساس ان هي هتنجح. سي بي سي لو انتوا بتتفرجوا، انا مش هاخد اقل من منى الشاذلي. عملنا الماتشا، نرغي شويه بقى. عاوزه اقول لك كلمتين من قلبي. انا عارفه ان انتي تعبتي من الفود نويز، عارفه ان انتي بتفكري في الاكل طول الوقت، وانتي بتشتغلي بتفكري في الاكل اللي هتاكليه بعد شويه، وانتي بتاكلي بتفكري في الوجبه اللي جايه، وقبل ما تنامي كمان بتفكري في الاكل اللي انتي ممكن تاكليه بكره. الفود نويز واخد مساحه كبيره قوي من مخك، ونفسك الصوت ده يسكت بقى. انا عارفه الاحساس ده كويس قوي، لاني كنت في يوم من الايام مكانك، وصدقيني والله في تبطيل للفود نويز بدون منجارو وبدون اوزمبك. دوشه الاكل هتهدى لما تسمعي لجسمك وتديله احتياجاته، لما تبطلي تحرميه من كل الحاجات اللي هو بيحبها، وتبطلي ان انتي تحطي قواعد اكل كتير قوي ملهاش لازمه، وتسمحي لنفسك تاكلي الحاجات اللي انتي بتحبيها بدون تانيب ضمير. وساعتها جسمك هيحس ان هو في امان، ويبطل يخليكي تفكري في الاكل. ولو حابه حد يمشي معاكي الرحله دي، ابعتيلي رساله وهقولك اذا كان برنامج جسم مرتاحه فيه مناسب ليكي ولا لا. ولو محدش قالها لك النهارده، انا فخوره بيكي وبكل محاولاتك. stay mindful. في الفقرة دي أنا هشارك معاكم حاجات أنا ممتنة ليها في حياتي. ممكن تكون حاجة حصلت مؤخرا في حياتي، ممكن تكون كومنت جميل منكم، ممكن يكون رسالة من حد من المشتركين معايا. الهدف من الفقرة دي إن احنا نقف وناخد لحظات من حياتنا ونشوف إيه الحاجات الجميلة اللي فيها ونكون ممتنين ليها. من أكتر الحاجات اللي أنا حقيقي ممتنة ليها في حياتي مؤخرا هو أنتوا والكوميونتي بتاعنا على اليوتيوب. فأنا النهاردة معايا شوية من الكومنتات بتاعتكم. في كومنت من هنا بتقولي بحبك جدا، شكرا انك خلتيني احب نظام الحياة الصحي وافهم مشاعري. والله هنا شكرا ليكي انتي ان انتي خدتي من وقتك علشان تكتبي لي كومنت جميل كده زيك. وفعلا الكومنتس بتاعتكم دي بتفرق معايا جدا، وبتفرق معايا في نفسيتي، وبتخليني احس ان انا عايزه اصحى كل يوم افكر في كونتنت اعمله لكم، وان انا اكون متشجعه اصور فيديوهات اكتر. في كومنت تاني من روما بتقول شكرا جزيلا على المعلومات القيمه والمفيده. شكرا ليكي يا روما برضو ان انتي اخدتي من وقتك عشان تكتبي لي كومنت جميل كده. وانا فعلا بحاول قدر الامكان ان انا ادور على معلومات تكون مفيده ليكم وتكون فعلا هتفرق معاكم في حياتكم اليوميه. في كومنت كمان من انا سعد بتقولي فيه كلامك عجبني كتير وكانه حطيتي ايدك على كل الجروح، شكرا ليكي. انا فعلا والله بحاول ان انا اركز على الحاجات اللي بتكون بتفرق معاكم، وبحاول ان انا اتكلم كتير قوي عن المشاعر، لان انا عارفه ان هي جزء كبير جدا من حياتنا، وان هي فعلا بتاثر على علاقتنا بالاكل. واخر كومنت معانا النهارده ده من ايمان بتقولي ما شاء الله عليكي، انت شطوره قوي في توصيل المعلومه، واول مره الاقي حد بيتكلم عن الاكل بطريقه صحيه وجميله جدا، يا ريت تقدري توصلي لاكبر عدد ممكن. هو اعتقد ان انتوا في ناس كتير منكم ما تعرفش ان انا اصلا اشتغلت كذا سنه معيده في كليه الهندسه جامعه القاهره، فعلشان كده انا عندي قدره شويه على ان انا اقدر اوصل المعلومه واعرف اشرحها. فده سبب يعني ان انا ليه بعرف اوصل لكم المعلومه. والحمد لله فعلا ان انا يعني بعرف اتكلم معاكم على الاكل، وان انتوا تصلحوا علاقتكم بالاكل بطريقه مختلفه عن كل المعلومات اللي موجوده اونلاين دلوقتي. وبتمنى انا كمان ان انا اوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وبتمنى ان انتوا تساعدوني في ده بان انتوا تعملوا لايك وشير وتعملوا كومنت، وتخلوا الكونتنت بتاعي يوصل للناس اللي محتاجاه فعلا. يلا اشوفكم بعد شويه في فقره جديده. انا فضلت سنين فاكره اني ما عنديش اراده، لحد ما اكتشفت ان المشكله عمرها ما كانت في الاراده. المشكله اني كنت بحاول امشي على دايت ونظام هدفه ان هو يحسسني ان انا فاشله، وافضل الف في نفس الدايره
احرم نفسي حرمان شديد جدا، وبعدها ارجع يكون عندي شراهه على الاكل، احس بتانيب ضمير وارجع اعمل حرمان من اول وجديد، وافضل الف في نفس الدايره دي. وكل مره كنت بقول لنفسي اكيد انا المشكله، يمكن انا مش عارفه اسيطر على نفسي قدام الاكل. بس الحقيقه ان ما كنتش انا المشكله، وبتمنى من قلبي ان انت كمان تبطلي تلومي نفسك. الحل ما كانش ان انا ادور على دايت جديد، الحل كان ان انا ارجع اثق في جسمي واسمع لاحتياجاته. وساعتها جسمي حس اخيرا بالامان، والتغيير بدا يحصل، ونزول الوزن بقى نتيجه طبيعيه، مش حاجه انا بصحى كل يوم بحارب عشان اوصل لها. ولو في حاجه اتمنى ان انت تطلعي بيها من الحكايه دي، هي انك تبطلي تلومي نفسك، لانك مش المشكله. يلا اشوفكم بعد شويه. الفقرة دي أنا غالبا هسميها كفاية بقى يا لوجي، علشان أنا هتكلم فيها على مايند سيت شيفت مثلا محتاجين نتبناه في حياتنا، أو عادة محتاجين نتخلص منها، أو عادة محتاجين إن هي تكون موجودة في حياتنا. المهم إن هي هتكون حاجة في الحتة دي. فتعالوا يلا نبدا على طول. كفايه بقى يا لوجي، وتعالي اقولك على حاجه محتاجه تغيريها في طريقه تفكيرك. ليه كل مره بتبصي فيها على المرايه عينك بتروح على الحته اللي انت بتكرهيها؟ ده مش صدفه، ببساطه الجسم بيركز على الحاجات اللي انت بتقولي له ان هي مهمه بالنسبه لك، وده في علم النفس معروف باسم attention bias. لو طول الوقت عينك بتروح على العيوب سواء في حياتك او في جسمك، مخك هيبدا ان هو يركز بس مع الحاجات الوحشه ويلقطها اول حاجه، ويحسسك ان مفيش غير الحاجات الوحشه بس. لكن لما تتعودي ان انت كمان تشوفي الحاجات الحلوه، مش علشان تضحكي على نفسك ولا عشان تتجاهلي الحاجات الوحشه، ولكن علشان تشوفي الصوره كامله. لو كل يوم بتصحي من النوم تبصي في المرايه تكوني مركزه مع التجاعيد، او تكوني مركزه مع الحته اللي في جسمك اللي انت بتكرهيها، مخك هيقول ده واضح ان التجاعيد دي مهمه قوي بالنسبه لها. فكل مره هتبصي فيها على المرايه اول حاجه عينك هتيجي عليها هي التجاعيد، لدرجه ان انت هتبطلي تشوفي الحاجات الحلوه اللي فيكي. ايه رايك النهارده بدل ما انت ماشيه عماله تنتقدي في حياتك وتنتقدي في جسمك وتنتقدي في كل حاجه حواليكي، جربي ان انت تركزي مع الحاجات الحلوه في حياتك وخليكي ممتنه ليها. الامتنان بيساعد جدا ان هو يقلل التوتر والقلق ويهدي جهازنا العصبي، ويخلينا نقدر ناخد قرارات بطريقه اهدى واحسن. افكارك بتاثر على مشاعرك، ومشاعرك بتاثر على افعالك. لو كل افكارك عباره عن انا بكره نفسي، انا بكره جسمي، انا حياتي مش حلوه، ساعتها كل قراراتك هتكون نابعه من الخوف مش نابعه من الحب والهدوء. فجربي النهارده تفكري في 3 حاجات انت ممتنه ليها، وشوفي ده هيفرق ازاي في احساسك. ولو حاسه ان مخك بيشوف الوحش بس، ما تقلقيش، ده بيتغير، وده بالظبط اللي احنا بنشتغل عليه في جسم مرتاحه فيه. بساعدك تهدي جهازك العصبي وتبطلي حرب مع جسمك ومع نفسك. ابعتيلي رساله ويلا نبدا الرحله دي سوا. ودلوقتي ميعاد الفقره اللي انا متحمسه لها جدا، وهي اسالي من قلبك. وزي ما واضح من اسم الفقره، فانا في الفقره دي هجاوب على الاسئله بتاعتكم. فعايزاكم في الكومنتس بتاعه الفيديو ده تكتبوا لي الاسئله اللي انتوا عايزيني اجاوبكم عليها في الفيديو الجاي. اول سؤال معانا النهارده هي بتقول لو سمحتي انا عملت دايت ودورتي الشهريه اتاخرت جدا، وانا خايفه، مع العلم انا مراهقه ومش عارفه اعمل ايه، يا ريت تنصحيني. طيب، انا قلت لكم كتير ان الدايت ده حاجه مضره لينا جدا وبتعمل لنا شراهه على الاكل، وبتمنى فعلا ان انتوا توقفوا تعملوا اي دايتس خالص. الدايت بيبوظ علاقتنا بالاكل، بيبوظ علاقتنا مع صوره جسمنا، وزي ما انتوا شايفين كمان بيعمل تاثيرات صحيه. هتلاقي شعرك بيقع، وهتلاقي ضوافرك بتتكسر، وكمان ممكن يحصل تاخير في الدوره الشهريه. فارجوكي وقفي ان انت تعملي دايت، وارجعي ادي لجسمك كميات اكل تكون مناسبه ليه. وبدل ما انت بتحاولي تعملي دايت وان انت تدفعي نفسك ان انت تقللي وزنك، ارجوكي اسمعي احسن لاشارات الجوع والشبع في جسمك، وجسمك عنده الحكمه ان هو يوصلك للوزن اللي هو مناسب ليه. فارجعي اسمعي الاشارات جسمك، كلي بس لما تكوني جعانه، وقفي لما تحسي بالاكتفاء، وساعتها الدوره الشهريه هتنتظم، وساعتها مش هيكون عندك مشاكل مع شعرك ولا ضوافرك ولا بشرتك ولا اي حاجه خالص. في سؤال كمان، والسؤال ده بيتكرر كتير، وهو ازاي اشترك معاكي. زي ما قلت لكم قبل كده، لو انتوا عايزين تشتركوا معايا في برنامج جسم مرتاحه فيه، او تحجزوا جلسه فرديه، تقدروا ان انتوا تبعتوا لي رساله على انستجرام وانا هرد عليكم على طول. وبس كده، دي كانت اخر فقره معانا. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ستاي مايندفul، واشوفكم الفيديو الجاي.